أنا اسمي هبة، عندي 22 سنة. أنا أنسة لسه ما اتجوزتش، عايشة في محافظة القاهرة. قاعدة أنا وماما لوحدنا لأن والدي توفى من زمان، وأنا كنت بنتهم الوحيدة. بس بصراحة ماما ما كانتش مقصرة معايا في أي حاجة كنت بطلبها منها كانت بتجيبها لي. ماما ليها أخ عايش برا من ساعة ما والدي توفى، وهو بصراحة بيبعت لنا فلوس كل شهر. الحمد لله أنا جميلة جدا، كنت متفوقة جدا في دراستي، وكنت شاطرة في المدرسة من صغري. الحمد لله ربنا كرمني ودخلت كلية علوم جامعة عين شمس. اتخرجت من كلية العلوم بتقدير ممتاز، ومن بعدها وانا بقى يتقدم لي ناس كتير، بس انا بصراحة كنت برفضهم كلهم، لان ما كانش في حد منهم موافق اني اشتغل بعد الجواز، وانا كان كل هدفي هو اني اشتغل وانجح. من بعدها وانا بقيت احس ان قعدة البيت ملل وزهق، واني ما كنتش بتعلم السنين دي كلها علشان اقعد في البيت. فقلت لماما ان انا زهقت من القعدة بتاعة البيت ونفسي انزل اشتغل بقى. ماما وافقتني وقالت لي مفيش مشكلة. بعت لكذا شركة وفعلا الشركات دي كلمتني، ورحت عملت مقابلات هناك في الشركات دي، والحمد لله لقيت شركة كويسة جدا ومرتبها كويس، والحمد لله اتقبلت فيها. بس لما دخلت الشركة دي وشوفت الناس اللي فيها، حسيت ان هم طبقة عالية قوي، يعني طبقة عالية عني ماديا. كلهم معاهم احدث عربيات واحدث موبايلات. كنت حاسة ان الناس ديت اصلا مش محتاجين يشتغلوا من كتر ما هم مبسوطين ومعاهم فلوس. وكنت حاسة ان هم بيجوا الشغل بس كده ايه، يعني زهقانين من قعدة البيت مش اكتر. وبعد حوالي شهرين في الشركة اتعرفت على اللي معايا في نفس القسم. هما 3 بنات وولدين اكبر مني بحوالي سنتين، يعني عندهم حوالي 24 سنة، وشغالين في الشركة دي مع بعض بقالهم حوالي سنتين برضو. فهم صحاب قوي واخدين على بعض قوي. ولما قربت منهم وكده عرفت ان هم بيخرجوا كل يوم بعد الشغل ويسهروا برا. فلقيت واحدة منهم بتقولي ما تيجي معانا النهاردة، هنسهر برا بعد الشغل. فانا طبعا عشان مش متعودة على كده اعتذرت لها وقلت لها معلش عشان ماما ممكن تقلق عليا علشان انا مش معرفاها، هبقى اعرفها بعد كده ويوم تاني ان شاء الله هبقى اجي معاكم. الغريب بقى في الموضوع ان في بنتين منهم متجوزين، فانا استغربت ازاي اصلا بيخرجوا مع الولدين دول وكمان بيسهروا برا. فقلت يمكن عندهم عادي يعني، بس انا بصراحة ما تربيتش على كده، وجايز هما يكون الموضوع بالنسبة لهم طبيعي يعني. ومرة مع مرة كانوا بيطلبوا مني اني اخرج معاهم. فانا عرفت ماما ان زمايلي البنات اللي معايا في الشغل بيخرجوا يعني بعد الشغل وكده، وانا هبقى اخرج معاهم. وطبعا ما عرفتهاش ان بيكون في ولاد معانا، لان عمرها ما كانت هتوافق. الشابين دول او الولدين دول، واحد منهم اسمه محمد وواحد اسمه علاء. انا كنت بتعامل معاهم عادي خالص زيهم زي اي 2 في الشركة، وبسبب معاملتي معاهم اللي هي تعتبر عادية جدا بدأت احس ان محمد بدأ يقرب مني ويهتم بيا، وحسيت ان في حاجة مش طبيعية. وبحكم شغلنا فطبعا احنا كلنا ارقامنا مع بعض. فبقيت لما اجي قبل البيت كده الاقي اتصال جاي من محمد، فبرد عليه الاقيه بيقول لي انا بس بطمن عليكي وبشوفك وصلت البيت ولا لسه. فانا ما اكدبش عليكم بصراحة انا حبيت اهتمامه ده، وما كانش في بينا اكتر من كده. بس يوم مع التاني اهتمام محمد بيا بدأ يزيد قوي، وحسيت ان فعلا في حاجة جواه ناحيتي. وفي نفس الوقت ما كنتش عاوزة الموضوع ده يأثر على شغلي، لاني كنت بحب شغلي جدا. وبسبب حب الشغل ده انا ترقيت وبقيت رئيسة القسم، مع ان هم اقدم مني في الشركة بكتير. ومن ساعة ما ترقيت وانا بقيت احس ان البنات اللي معايا متضايقين مني قوي،
مع اني بعاملهم كويس جدا، ولا حتى محسساهم اني بقيت رئيسة القسم بتاعهم. المهم عدت الايام وخلاص انا اتعودت ان انا اخرج معاهم واسهر معاهم برا، وخدنا على بعض قوي. ومع كل يوم بيعدي عليا بقيت احس ان محمد اكتر واحد مهتم بيا وبيحاول يكون قريب مني، وبدأ يبعت لي رسايل على الواتس كل وقت والتاني. كان بيبعت لي رسايل حلوة قوي بس ما فيهاش كلمة حب صريحة، بس انا كنت متأكدة انه بيحبني. لحد ما جه في يوم وطلب مني حاجة. قال لي انا عاوز اطلب منك طلب بس اتمنى ما تكسفينيش. قلت له خير يا محمد اطلب. قال لي انا عاوز اخرج معاكي انا وانتي بس، والكلام ده يكون بعد الشغل على طول، عشان عاوزك في موضوع مهم قوي بس مش هينفع نتكلم فيه هنا. فكرت كده وقلت له يا محمد ما انت عارف ان انا عمري ما خرجت مع حد لوحدي، وانا لو كنت بخرج معاكو فانا بخرج معاكو علشان كنا مجموعة مع بعض. قال لي ما تقلقيش انا مش هطول عليكي، يعني هي كبرنا قوي ساعة ونص وبعد كده هتروحي. قعدت افكر كده وقلت له خلاص ماشي يا محمد. المهم خلصنا الشغل في اليوم ده وقال لي حاولي تأخري نفسك شوية بحيث كل زمايلنا اللي في القسم يمشوا وبعد كده احنا نمشي وراهم علشان محدش يشوفنا مع بعض. قلت له تمام ماشي. وفعلا أخرنا نفسنا لحد ما اتأكدنا ان كله مشي، ونزلنا من الشركة ورحنا ركبنا العربية بتاعته. المهم وداني كافيه كان حلو قوي وهادي. قعدنا وطلب لي حاجة عشان أشربها. قلت له خير يا محمد بقى في ايه انت قلقتني. قال لي بصي اللي انا عاوز اقولهولك ده يكون سر بيني وبينك، حتى لو انت رفضت اللي انا قلته مش عاوز اي مخلوق في الشركة يعرف اي حاجة عنه. قلت له انت عارف اصلا يا محمد ان انا عمري ما بحكي اي حاجة لحد، وعلاقتي بيكم شغل وبس مش اكتر من كده. قال لي انا عارف بس برضو انا عايزة اطمن ومش حابب اي حد يعرف اي حاجة. وقلت له اطمن يا محمد مفيش حد هيعرف حاجة قول بقى. قال لي بصراحة من اول يوم انت جيتي عندنا الشركة وانا حسيت بحاجة مختلفة قوي اول مرة احس بيها. حسيت اني عاوز اكون قريب منك ودايما عاوز اطمن عليكي، ولما بنمشي من الشغل بقيت استنى اليوم اللي بعده يجي بسرعة علشان اشوفك. انا بصراحة معجب بيكي جدا وبحبك قوي. وهو بيقول لي الكلام ده انا من جوايا كنت فرحانة قوي بس طبعا مرضتش ابين له كده. قلت له انت انسان محترم وانا بعزك جدا، وبصراحة مش عارفة اقول لك يا محمد انا اول مرة اتحط في الموقف ده فسامحني مش هعرف ارد عليك دلوقتي. قال لي بصي انا مش مستعجل على ردك، انا كان كل همي ان انا اعرفك واقولك اللي جوايا عشان تبقي عارفاه، انما انتي فكري براحتك. وبعدها قعدنا شوية انا وهو شربنا الحاجة وقمنا مشينا، ومرضيش يخليني اركب مواصلات وقال لي انا هوصلك لاقرب مكان للبيت. هو اصلا ساكن في الرحاب وانا ساكنة في مكان بعيد قوي عنه، وكان هيبقى مشوار بعيد قوي عليه، وانا ما كنتش حابة يجي المنطقة عندنا وكده عشان الدنيا زحمة وكده. فقلت له خلاص وصلني بس لحتة معينة كده وانا هركب واروح. وروحت اليوم ده وانا طايرة من السعادة، لان اول مرة الاقي حد يهتم بيا قوي كده. اي نعم انا كان بيتقدم لي ناس كتير قوي علشان انا جميلة، بس اول مرة احس ان في حد مهتم بيا ويجي يصالحني كده ويعترف لي بحبه. ومع الوقت بقيت احب اروح الشغل علشان اشوف محمد. حسيت ان قلبي بدأ يتعلق بيه، وتقريبا انا كمان وقعت في حبه. لحد ما كنا في يوم بنتكلم انا وهو على الواتس، ورحت اعترفت له وقلت له ان انا كمان بحبه. وبدأت علاقتي بمحمد تتطور، وبقى محمد اهم حاجة في حياتي. وبقينا نخرج انا وهو سوا كتير قوي ونتكلم مع بعض لما نروح في التليفون. ممكن نقعد نتكلم مع بعض ساعات وما كنتش بحس بالوقت وانا معاه. وطبعا كل ده واصحابنا اللي في الشركة محدش فيهم يعرف اي حاجة عن علاقتي بمحمد. وكان وقتها الصيف داخل علينا، فلقيتهم بيتكلموا عن رحلة عاوزين يطلعوها في العين السخنة في الأجازة بتاعة العيد الكبير.
وانا بصراحة يعني ما كنتش عاملة حسابي حاجة زي كده، وعارفة ان الاسعار بتاعت الايجارات هناك هتبقى غالية. فلما جم بصراحة اتكلموا معايا وقالوا لي، فانا رفضت واتحججت وعرفتهم ان انا ورايا حاجات بعملها في العيد مع ماما. في اليوم ده بالليل بعد ما روحت لقيت محمد بيكلمني وبيقول لي ان انا اروح معاهم وبيقنعني بكده. قلت له بص يا محمد، انت مش غريب عني، انا بصراحة مش عاملة حسابي، لانها داخلة جمعيات وبحوش وكده عشان موضوع الجهاز بتاعي، لان انا اللي بجهز نفسي. انت عارف طبعا ان بابا متوفي من زمان، وانا اللي شايلة نفسي، فخروجة زي دي اكيد انا هصرف فيها كتير، وانا فعلا مش عاملة حسابي، فمعلش سامحني. قال لي ومين قالك انك هتدفعي حاجة اصلا؟ ده احنا بنروح نقعد في الشاليه بتاع علاء، ومعانا العربيات بتاعتنا، فما تشيليش هم اي حاجة خالص، وكده كده انا معاكي. قلت له خلاص سيبني بس افكر كده واسأل ماما وهبقى ارد عليك. رحت قلت لماما ان في رحلة في الشركة هنطلعها كده 4 ايام، هتكون في اجازة العيد وانا لازم اكون موجودة. قالت لي فين المصيف ده يعني؟ قلت لها في قرية في العين السخنة، والشركة كلها هتروح. مرضتش طبعا اقول لها ان احنا رايحين مع صحابنا الولاد او كده. قالت لي ماشي يا حبيبتي بس خلي بالك من نفسك. قلت لها حاضر يا ماما. وبعدها بيومين كلمت محمد وقلت له ان ماما وافقت، بس انا عاوزاك تروح تقول لهم ان هم يجوا يتكلموا معايا تاني ويقنعوني، بحيث ان انا اعمل نفسي ان انا وافقت علشانهم هم يعني. المهم ده حصل وجولي وقالوا لي تيجي معانا تاني وبتاع، وفضلوا يتحايلوا عليا، وخلاص اتفقت ان انا هروح معاهم. وكان فاضل حوالي 10 ايام ونسافر. بدأت اشوف انا هحتاج ايه هناك، وجهزت الهدوم بتاعتي وظبطت الشنطة بتاعتي وجهزتها. وجه اليوم اللي هنسافر فيه، محمد اتفق معايا ان هو هيجيلي بدري عند مكان معين قريب مني. نزلت من البيت الساعة 6، وخدت عربية لحد المكان ده. لقيت محمد واقف مستنيني. أول ما شافني نزل من العربية وخد مني الشنطة بتاعتي وحطها في العربية عنده، وركبت معاه ورحنا قابلنا بقية زمايلنا. كنا رايحين ب3 عربيات، كل 2 في عربية. فمحمد قال لي خليك انتي معايا في العربية بتاعتي، واتحركنا. الطريق كان حلو قوي للعين السخنة، ومنظر الجبال كان جميل جدا، ومحمد كان مشغل أغاني حلوة قوي وكان عامل جو جميل قوي. لحد ما وصلنا القرية اللي فيها الشاليه. علاء دخل بالعربية قدامنا من البوابة، واحنا دخلنا وراه. وصلنا عند الشاليه ونزلنا وطلعنا الشنط بتاعتنا فوق. الشاليه كان فيه أوضتين وصالة، وكان شيك قوي بصراحة ومفروش، وكل حاجة الواحد ممكن يتخيلها كانت موجودة. المهم ال3 بنات دخلوا أوضة، وأنا جيت أدخل معاهم. لقيت علاء بيقول لي لأ بصي، انت تدخلي الأوضة التانية وأنا ومحمد هنتصرف، لأن أنا عارف إن ريحة السجاير بتضايقك. هو طبعا قال لي كده لأن البنات ال3 بيشربوا سجاير، فأنا فعلا كنت هتخنق وما كنتش هعرف أقعد معاهم. المهم رحت دخلت الأوضة وبقيت فيها لوحدي. دخلت وقفلت الباب. بعدها بحوالي تلت ساعة لقيت الباب بيخبط. رحت فتحت لقيت محمد بيقول لي انتي هتعملي ايه دلوقتي؟ قلت له بصراحة يا محمد انا جاية من السفر تعبانة قوي، لان انا اصلا مش متعودة اسافر، فانا هنام شوية كده وبعد كده هكون معاكو. قال لي ماشي، وخرج وقفل الباب. رحت غيرت هدومي وشغلت التكييف ونمت على السرير. قعدت احاول انام مش جايلي نوم خالص، مع اني تعبانة من السفر. قعدت حوالي نص ساعة اتقلب على السرير مش جايلي نوم. رحت قايمة، وبعد ما كنت سامعة صوت ضحك برا وصوت عالي، فجأة ما سمعتش صوت أي حد خالص. فأنا استغربت وقلت أكيد نزلوا سابوني. فتحت باب الأوضة وخرجت، ما لقيتش حد في الصالة، بس سمعت صوت طالع من الأوضة التانية اللي فيها البنات والباب مقفول عليهم. فسمعت صوت ضحك كده بس بصوت واطي. رحت قربت من باب الأوضة دي. سمعت صوت علاء جوه مع البنات، فقلت عادي
ولقيت واحدة بتقوله يا ابني ما تزودش في الشرب علشان تبقى فايق معانا لما ننزل. رحت جريت بسرعة دخلت اوضتي ورحت متصلة بمحمد لاني كنت خايفة يكون معاهم جوه. المهم لقيته بيتصل، لقيته مردش عليا وبعدها بيتصل بيا بقول له انت فين؟ قال لي انا بره بشتري حاجات من السوبر ماركت، عايزة حاجة اجيبها لك معايا. قلت له لا لا بس لما تيجي بقى خبط عليا عشان عاوزك. قال لي انت ما نمتيش ولا ايه؟ قلت له لا ما جاليش نوم. قال لي خلاص اول ما اجي هخبط عليكي. وفعلا اول ما رجع خبط عليا ولقيته جايب لي شوكولاتة وجايب لي بيبس واداهم لي وقال لي في ايه، كان في حاجة ولا ايه؟ قلت له اه بصراحة كان في حاجة. قلت له هو علاء فين؟ قال لي قاعد جوه. قلت له انا سمعت واحدة بتقول له ما تزودش في الشرب. شرب ايه؟ قال لي بصي ما تهديش في بالك، هما متعودين على كده، بيجوا يقضوا يومين ويتبسطوا، فانت ما تركزيش معاهم. قلت له ماشي يا محمد. وراح عشان يخبط عليهم علشان نفطر، ما رضيش يفتحوا الباب بسرعة وقالوا له استنى. فانا استغربت انهم ما فتحوش الباب يعني. وبعدها بحوالي 10 دقايق في بنتين منهم خرجوا من الأوضة، فمحمد بيقول لهم علاء وإسراء فين؟ قالوا له ناموا ومش هيفطروا دلوقتي. قال لهم ماشي. فانا قعدت اقول في بالي ناموا ازاي على سرير واحد مش فاهمة، وحسيت ان في حاجة غريبة بتحصل، خصوصا لما واحدة من البنات اللي معانا جوزها بيتصل الاقيها تقول لعلاء ومحمد محدش فيكم يتكلم خالص قبل ما ترد، وتروح رد عليه وتشاور لاصحابها البنات التانيين بايديها علشان يتكلموا جنبها بحيث تعرف جوزها انها قاعدة مع بنات يعني. المهم بعد ما فطرنا لقيت محمد قال لهم مش هتنزلوا البحر؟ قالوا له لا مش دلوقتي هننام شوية. فلقيت محمد بيقول لي ايه رأيك ننزل البحر؟ قلت له ماشي. نزلت انا ومحمد من الشاليه، والقرية اللي احنا كنا فيها تعتبر كانت فاضية جدا لان احنا كنا في بداية الصيف وما كانش فيه ناس كتير، ونادرا لما كنت بشوف حد. ولما وصلنا عند البحر تقريبا ما كانش فيه حد موجود على الشط غيرنا. محمد بدأ ينزل المية وانا جيت انزل ولسه بحط رجلي كده لقيت المية ساقعة قوي ما استحملتهاش. قلت لمحمد لا مش هقدر انزل المية ساقعة قوي. قال لي ما تخافيش لما تنزلي هتبقى حلوة. قلت له لا، وفضلت واقفة على الشط مش قادرة انزل عشان المية كانت ساقعة. لقيت محمد جالي وقال لي ما تخافيش انا معاكي، هننزل واحدة واحدة، هاتي ايدك. رحت مديت له ايدي، ودي كانت اول مرة محمد يلمس ايدي فيها، وبدأ يدخلني المية واحدة واحدة، ومسك ايديا الاتنين وبقى يدخلني لجوه معاه. وبعد ما دخلنا قال لي هي ايه رأيك، المية حلوة ولا ساقعة؟ قلت له لا كده بقيت حلوة. قال لي مفيش احلى منك. رحت ضحكت له وقلت له انت بكاش قوي على فكرة، وبعدين خلاص انا دخلت جوه هو بقيت في المية، ممكن تسيب ايدي بقى. قال لي على فكرة انا مبعرفش اعوم، ولو سبت ايدك ممكن اغرق. قلت له بجد ما تعرفش تعوم؟ قال لي خالص. قلت له خلاص عموما احنا واقفين مع بعض ما تقلقش. لقيته بيقول لي انا هسيب ايدك علشان تعرفي تتحركي. وقلت له مش خايف تغرق؟ قال لي ما انا هحطها على كتفك. وراح حاطط ايده على كتفي، ولقيت نفسي لوحدي تلقائيا بحط ايدي الاتنين على وسطه علشان امسكه. قال لي انت خايفة عليا ولا ايه؟ قلت له اه طبعا خايفة عليك. وانا ماسكاه كده لقيته بدأ يقرب مني، حسيت ان جسمي بيسخن. قلت له في حاجة غريبة انا حسيت بيها لما انت بتقرب مني. قال لي ايه هي؟ قلت له حسيت ان جسمي سخن. قال لي ما انت كنت سقعانة من شوية. قال لي ممكن تكون المية بس ايه سخنت فانت حسيت بكده. قلت له ممكن. لقيته نزل ايدي من على كتفي ومسكني زي ما انا ماسكاه من وسطي، وحسيت بايده بتتحرك على جسمي. ما استحملتش. قلت له على فكرة انا بغير قوي من الحتة دي، شيل ايدك. مرضيش يشيلها وقال لي خلاص هحركها بالراحة.
وبقى يحرك ايدي الاتنين على وسطي وهو ماسكني، وقال لي انت حلوة قوي، وفضل يقول لي كلام حلو وهو بيحرك ايدي على جسمي. قلت له حرام عليك، انا اصلا واقفة بالعافية ومش مستحملة اصلا اي حاجة، ارجوك ما تحركش ايدك تاني. قال لي حاضر مش هحركها، بس هفضل ماسكك. ولاحظت انه بدأ يقرب عليا، وخلاص صدره كان قرب يلمسني. ما اعرفش ازاي لقيت نفسي في حضنه واحنا في المية، واحنا الاتنين بقينا حاضنين بعض قوي. كان احساس حلو قوي. انا عن نفسي ما كنتش عاوزة اسيبه، ولقيته بيسألني وبيقول لي مبسوطة. قلت له قوي. لقيته حضني اكتر، وفضلنا في حضن بعض كده حوالي نص ساعة، لحد ما فجأة لقيته بعد عني. فبقول له في ايه؟ قال لي انا شايفهم جايين من بعيد ومش عاوز حد ياخد باله من حاجة. قلت له ماشي، انا كده كده اصلا معرفتش انام، فلما يجوا انا هطلع انام شوية لحسن فعلا مش قادرة. قال لي ماشي. بعد ما هما وصلوا خرجت انا من المية وقعدت معاهم شوية علشان ما يزعلوش مني، وقلت لهم معلش سامحوني، انا فصلت من ساعة ما جيت وانا ما نمتش وعاوزة انام. وخدت منهم مفتاح الشاليه وطلعت، اخدت دش وغيرت هدومي ودخلت الأوضة، طفيت النور وشغلت التكييف وقفلت الباب ونمت على السرير. ويدوب لسه عيني هتروح في النوم سمعت صوت الباب بتاع الشاليه بيتفتح ويتقفل. قلت اكيد حد منهم جه وما اهتمتش وكملت نوم. فجأة سمعت صوت الأكرة بتاعت الباب بتاعت الأوضة بتاعتي بتتفتح. عملت نفسي نايمة لحد ما الباب اتفتح واتقفل وحد دخل. فأنا خفت لأني معرفش مين اللي دخل. فتحت عيني كده بالراحة أشوف مين، لقيته محمد. لقيته قاعد جنبي على السرير وقرب من شفايفي وفضل يبوس فيها. رحت فتحت عينيا وانا مش قادرة افتحها اصلا من اللي بيعمله. وراح قايل لي وحشتيني قوي. قلت له محمد ممكن حد يدخل علينا؟ قال لي مش هيجوا اصلا قبل ساعة. قلت له وانت قلت لهم انك رايح فين بقى؟ قال لي قلت لهم انا هاخد دش كده واغير هدومي وارجع اقعد معاهم تاني. وفضل يبوس فيا وفي شفايفي كتير قوي، وراح مقومني من على السرير وخلاني واقفة قدامه، وفضل يحضن فيا ويبوس فيا كتير قوي. وانا فضلت حضنه ومش عاوزة اسيبه، بس حسيت ان ممكن حد يدخل علينا، خصوصا انه اتأخر معايا، فممكن حد يجي يشوفه. قلت له معلش يا محمد يلا روح غير هدومك وانزل لهم لحسن حد منهم يشك في حاجة. قال لي انا مش عاوز اسيبك، انا ما صدقت بقينا لوحدنا. قلت له والله يا محمد وانا كمان ما عاوز اسيبك، بس معلش. قال لي حاضر، وخرج من الأوضة وانا قفلت الباب عليا ونمت. وهو دخل خد دش وغير هدومه ودخل لي تاني، فضل يبوس فيا حوالي 4 5 دقايق. قلت له ايه يا ابني انت مش بتسرق؟ قال لي هو انت زهقتي مني؟ قلت له خالص بالعكس، انا اصلا مش عاوزك تنزل، بس عشان ما حدش يتكلم. قال لي حاضر، وراح نزل. رحت قفلت الأوضة عليا ونمت، وانا اعصابي مش قادرة اتلم عليها، مش عارفة اعمل ايه. وزعلت قوي انه نزل، حاسة اني مش بعتش منه ومحتاجة له وعاوزة تاني. رجعوا هم على بالليل، كنت انا لسه صاحية من النوم. حضروا الاكل وتعشينا سوا، وبعدها دخلوا ناموا وانا فضلت سهرانة. وبقيت انزل انا ومحمد البحر كل يوم لوحدنا الصبح، ونعمل اللي كنا بنعمله اول يوم، ونرجع على الشاليه لما يكون فاضي اول ما هم ينزلوا. وبقينا نعيش انا وهو اجمل لحظات حياتنا واحنا في حضن بعض. ما كناش مرتاحين، كنا خايفين اي حد فيهم يجي فجأة، فما كناش واخدين راحتنا. فلما محمد حس اني عاوزة اكون معاه، لقيته قال لي انا عندي فكرة حلوة. قلت له ايه هي؟ قال لي احنا كده كده فاضل لنا هنا يوم وهنمشي،
وفاضل 3 أيام على الأجازة بتاعتنا، فايه رأيك واحنا بنجهز الشنط بتاعتنا الصبح تعملي نفسك ان جالك مكالمة ان مامتك تعبانة قوي وانك لازم تمشي دلوقتي، وانا هروح واخدك ونازلين كأننا هنمشي، ونمشي بالعربية كده في مكان بعيد بس نكون جوه القرية لحد ما هم ياخدوا الشنط بتاعتهم ويمشوا، ونبقى نطلع انا وانت تاني الشاليه براحتنا. قلت له فكرة حلوة، بس انت هتجيب مفتاح الشاليه ده منين؟ قال لي انا اصلا معايا نسخة من بدري كنت واخدها قبل كده من علاء، وكنت باجي انا واهلي او انا وزمايلي نصيف هنا. قلت له تمام. وفعلا تاني يوم الصبح واحنا بنجهز الشنط عشان نمشي خليت محمد يرن عليا، وانا رحت ماسكة التليفون ومكنسلة عليه، وعملت نفسي بكلم حد اتصل بيا يعني، وعملت نفسي حد بيقول لي ان ماما تعبانة واتحجزت في المستشفى، وعملت نفسي بلم حاجتي بسرعة، وانا اصلا كده كده كنت مجهزاها من بالليل عشان انزل على طول مع محمد. ولقيت محمد بيقول لي انا هوصلك ما تقلقيش، ولقيت البنات وعلاء بيقولوا لي ربنا هيطمنك ان شاء الله، وانتي لما توصلي بس طمنينا. ونزلت انا ومحمد، حطينا شنطنا في العربية واتحركنا، رحنا مكان بعيد عن الشاليه، وفي نفس الوقت كنا شايفين البوابة بتاعة الخروج بتاعة القرية علشان نفضل متابعين انهم مشيوا. وبعدها بحوالي ساعتين شفنا العربيات بتاعتهم وهي خارجة من البوابة بتاعة القرية، و10 دقايق بعدها ورحنا راجعين انا ومحمد تاني على الشاليه. نزلنا من العربية وطلعنا فوق، فتحنا الباب بتاع الشاليه ودخلنا وقفلنا الباب ورانا. في الوقت ده حسيت اني ملكت الدنيا كلها، وبقيت مع محمد وانا مش قلقانة ولا خايفة ان اي حد ممكن يدخل علينا او يجي في اي وقت. ودخلت الأوضة انا ومحمد، بس اللي حصل منه ما كنتش اتوقعه لانه تمادى معايا في العلاقة، وانا كنت فاكرة ان كل اللي هيحصل احضان وبوس بس، ما كنتش اعرف انه يعمل حاجة تانية، خصوصا اننا مش متجوزين. وانا بصراحة ما قدرتش امنع نفسي وسبت له نفسي غصب عني. وبعد ما خلص وقام دخل استحمى، وانا كمان دخلت استحميت بعده، بس بعدها حسيت بندم شديد قوي ان ده حصل. وقلت له قولي انا اتصرف ازاي في المصيبة دي. قال لي اطمني انا اصلا كده كده كنت هتقدم لك، واللي حصل بينا ده هيفضل سر ما تخافيش. وفضل يطمني ان مفيش حد هيعرف حاجة، وانه هيكلم اهله وهيجي يتقدم لي علشان يتجوزني. لحد ما انا هديت شوية واطمنت، وقلت له انا عايزة اروح دلوقتي. قال لي حاضر. قفلنا الشاليه ومشينا، وانا راكبة في العربية معاه ما كنتش بعمل حاجة غير اني بعيط. ما اعرفش ايه اللي انا وصلت له ده وليه انا عملت كده. وفضلت اساله انت هتيجي تتقدم لي امتى؟ قال لي لما اروح بس يومين كده وهكلم اهلي وهعرفك قبلها، ما تخافيش مش هسيبك ولا عمري هتخلى عنك، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. روحت البيت وسلمت على ماما، لقيتها بتقولي مالك يا بنتي؟ قلت لها ايه يا ماما في حاجه؟ قالت لي وشك حاسه متغير كده. قلت لها لا بس تلاقي من السفر والمجهود وكده، لما ادخل انام شويه وارتاح هبقى كويسه. دخلت اوضتي وقفلت الباب عليا وانا مش عارفه افكر. قلت احاول انام شويه، ما جاليش نوم خالص. كان فاضل حوالي يومين وانزل الشغل، ورجعت الشغل وبحاول اكون عاديه وطبيعيه مع زمايلي، وطبعا انا كل اللي في دماغي اللي حصل مع محمد. اول ما شفت محمد وكنا لوحدنا قلت له هي ايه الاخبار؟ قلت لاهلك؟ قال لي لسه والله بكره هقول لهم. قلت له يا محمد انا ماليش حد غيرك، ارجوك انقذني من الموقف ده. قال لي والله انا فاهم حاضر. وبعد 3 ايام كنت كل شويه بساله عملت ايه، لقيته جه بيقول لي انه عرف اهله وانهم خلاص هيجوا علشان يتقدموا لي. قلت له طيب هتيجوا تتقدموا امتى؟ قال لي على الاسبوع الجاي يوم الخميس. قلت له تمام وفرحت قوي. ورجعت من الشغل دخلت الشقه بتاعتنا، لقيت ماما في المطبخ. دخلت لها وقلت لها ماما انا عندي ليكي خبر حلو قوي. قالت لي خير يا بنتي؟
قلت لها في واحد زميلي في الشغل هيجي يتقدم لي يوم الخميس الجاي. قالت لي ألف مبروك يا حبيبتي. قالت لي طيب هو ولد كويس يعني حد كويس؟ قلت لها اه يا ماما كويس جدا والله. قالت لي طيب يا حبيبتي ربنا ييسر لك الأمور. جه يوم التلات وكان خلاص فاضل يوم الأربع بس، وبعد كده هيجي الخميس اللي هم هيجولي فيه. فأنا قدمت على أجازة في الشغل يوم الخميس ده علشان أروق الشقة وأظبط الشقة مع ماما قبل ما الناس تيجي وكده. فجي يوم الخميس الصبح روقت الشقة أنا وماما وفرشناها، واتنين من عمامي جم علشان يقعدوا مع الناس اللي هتيجي يتقدمولي. كنا ساعتها العصر. رحت متصلة بمحمد علشان أعرف هيجوا الساعة كام بالظبط. لقيته بيكنسل عليا. اتصلت بعدها بساعة، كنسل عليا برضو. لحد ما بقينا المغرب جيت اتصل بيه لقيت تليفونه مقفول. اتصدمت وما كنتش مصدقة. قلت مش ممكن، أكيد مش ممكن يكون بيلعب بيا، أكيد في حاجة حصلت له أو في حاجة في تليفونه فصل شحن أو حاجة. قعدت أنا وعمامي لحد الساعة 9 بالليل، خلاص فقدت الأمل إنه يجي. رحت عملت نفسي إن في تليفون جالي، وكان هو بيكلمني وبيقول إن في عربية خبطت فيهم وهم جايين، عشان كده مجوش النهاردة وهيجوا يجوا يوم تاني، وإنهم بيعتذروا. دخلت أوضتي وفضلت أتصل بيه، كل ده تليفونه مقفول ما اتفتحش خالص. كنت ساعتها يوم الخميس وأنا بنزل الشغل يوم الحد. كنت مستنية أروح الشغل بفارغ الصبر عشان أشوفه وهزقه على اللي عمله فيا. استنيت لحد يوم الحد ما جه ورحت الشغل. دخلت مكتبي وفضلت قاعدة مستنياه، ما جاليش خالص. قعدت حوالي ساعة ما شفتهوش. رحت دخلت للبنات قلت لهم هو ما حدش شاف محمد؟ قالوا لي ايه ده، هو انت ما تعرفيش؟ قلت لهم ما اعرفش ايه، مش فاهمه. قالوا لي محمد مشي يوم الخميس اللي فات. قلت لهم مشي ازاي؟ قالوا لي جه قدم استقالته وخد الورق بتاعه، وقال ان جات له فرصه شغل بره، واتفق مع مدير الاداره ان هو ياخد الورق بتاعه والمستحقات بتاعته، وسلم علينا يوم الخميس ومشي. اول ما قالوا لي كده دخلت المكتب بتاعي وانا مش قادره ولا عارفه افكر ولا قادره اتكلم مع حد ولا عارفه اقول اي حاجه. لو انت شايف ان محمد ضحك عليا ومش هيتجوزني، اعمل اعجاب على الفيديو ده واعتبرني اختك، وانصحني باي نصيحه تخليني اعرف اجيب حقي اللي راح.